مساء الخير يا شباب. النهارده معانا حلقة جديدة من برنامج زكاة العلم نشره، البرنامج اللي بنجيب في حد خد منحة أو بروجرام معين وبيحكي لنا تفاصيل البرنامج وإزاي نتقبل في حاجة زي كده. النهارده معانا محمد هيحكي لنا أكتر عن تفاصيل الدراسة في الصين وإزاي نقدم عليها وإزاي نتقبل. أخبارك إيه يا محمد؟ الحمد لله. اتفضل على طول. تمام. أنا محمد زكي، ستيم أكتوبر، سينيور 25. أنا الحمد لله اتقبلت في جامعة اسمها ويست ليك يونيفرسيتي في تشاينا أو في الصين يعني. النهاردة هتكلم عنها. في البداية هو الحوار كله بيبدأ من أول. عموما الريسيرش حوالين الجامعات أو الكولج سيرش يعني. في حتة الكولج ليست في حاجات كتير الناس مش بتاخد بالها منها بصراحة. زي مثلا الناس لما بتيجي تسرش عن الجامعات، هما بيبدأوا يشوفوا الناس اتقبلت فين، فبيروحوا يقدموا على الجامعة اللي الناس اتقبلوا فيها، ودي حاجة مش صح قوي يعني. هو اللي بيبقى صح في الموضوع ده إن الناس بتبتدي تدور على الجامعات، بتشوفوا فاكتورز كتير ليها يعني، زي اللوكيشن بتاع الجامعة، الكورسات اللي الجامعة بتقدمها. الرانك مش مهم قوي بصراحة، لأن الرانك ده بيبقى فيه لعب كتير، بس برضه يعني ممكن بيتحط في الحسبان. في حاجات كتير. فهو الموضوع بيبدأ من أول الكوليدج ليست يعني. عن نفسي أنا كنت في الأول بقدم على أمريكا، ودي كانت الأوبشن الأول ليا يعني. بس وأنا بسرش قلت ليه ما أشوفش يعني أماكن تانية. فدورت لقيت الجامعة دي في الصين يعني. اللي خلاني اختارها بصراحة هو حتة إن هي بتهتم بالريسيرش قوي، ودي حاجة كانت بتماتش شوية مع الابليكيشن بتاعي ومع الحاجات اللي أنا ناوي أعملها إن شاء الله في المستقبل. فعشان كده اخترت ويست ليك بالذات. البروسيس بتاع الابليكيشن كانت إزاي؟ هو ويست ليك مختلفة شوية عن باقي جامعات الصين، لأن البروسيس بتاع التقديم بتاعتها كانت هي زي جامعات أمريكا شوية، عن طريق الكومن أب. يمكن الاختلاف الوحيد اللي ما بينها وما بين جامعات أمريكا إن الscholarships بتاعتها مش بتبقى مش بنملى يعني documents للfinancial aid زي الCSS أو الإسفا أو أي حاجة يعني. هي الجامعة اللي بتدي الscholarships على حسب ما هي عايزة يعني. طبعًا الحاجات الأساسية أعتقد اتكلموا عنها في حلقات فاتت، اللي هو بتاع common app الpersonal statement والactivities والowners، كل الحاجات دي أعتقد اتكلموا عليها ناس قبلي يعني كتير. برضه عادي مش طالب حاجات مختلفة، هو الpersonal statement، وكان في essay why us، أو ليه اخترت الجامعة دي بالذات يعني، وrecommendations letter كانت عايزة واحدة من الcounselor و2 teachers، وكان في optionals بس يعني ما لقيتش أي حاجة optional بصراحة. بعد ما بنقدم الابلكيشن، جه بعدها بحوالي شهر كده جالي انترفيو. دخلت الانترفيو، وكان بعده بحوالي اسبوعين طلع الديسيشن كده. تمام. طب يعني هو نفس البروسيس بتاعت أمريكا اللي هو الكومن آب وبنقدم مثلا ACT سكور والدرجات والكلام ده كله. امم بالنسبه لويست ليك كانت نفس الحاجه، بس بالنسبه للصين عموما فبيبقى ليهم طرق مختلفه. هي الصين عموما ليها منح باكتر من طريقه. آه، اشهرهم منحه الحكومه الصينيه. بس بصراحة ما دورتش فيها كتير قوي. هو اللي كنت سمعته عنها إن الدراسة هناك بتبقى باللغة الصينية، ودي كانت هتبقى حاجة صعبة قوي بالنسبة لي يعني. الصيني فعلا لغة صعبة جدا. فدي كانت من الحاجات اللي خلتني اختار ويست ليك أصلا، إن الدراسة هناك بالإنجلش. في برضه منح تانية اللي هي منح المحافظات اللي هي في الصين. يعني على سبيل المثال يعني المحافظة اللي هي فيها ويست ليك اسمها هانججو. فممكن حد مثلا يسرش على هانججو سكولرشيب، فبيلاقي فيها منح. في برضو شنغهاي جوفرنمنتال سكولرشيب، دي برضو منحة للجامعات اللي في شنغهاي.
الطريقة الأساسية بقى للتقديم على المنح هي بتبقى عن طريق الجامعة نفسها. حد مثلًا بيعمل الcollege list بتاعته، فهو شاف إن الجامعة دي في الصين هي مناسبة ليه وعايز يقدّم عليها، فهو بيخش على website الجامعة نفسه. بيبقى فيه زي application portal. هو نفس الapplication portal لكل جامعات الصين، بس مش زي الcommon app إن هو application portal واحد وبيملى منه كل الجامعات اللي هو عايزها. لأ، هو بيبقى لكل جامعة application portal، بس بيبقى طالب نفس الحاجة في الآخر يعني. والscholarships بتبقى برضه من الجامعة نفسها. ولو إن برضه في مثلًا scholarship اسمها Belt and Road scholarship، والscholarship دي برضه التقديم عليها بيبقى جوّه الprocess بتاع تقديم الجامعات يعني. فبس ده كده على تقديم الصين عمومًا يعني. طيب يعني اتفضل يا رامي لو عندك حاجة. يعني السكولارشيب من الجامعة دي بتبقى مثلا على أساس ميرت مش فاينانشال ايد؟ آمم هو عمومًا في أغلب الجامعات الصينية كده. بس بتاعتي كانت financial aid عادي، في Westlake عمومًا يعني. طيب محمد، لو مثلا في حد محتاج يقدم، فمحتاجين بس تقول لنا عن، لو تعرف مواعيد المنح مثلا بتفتح امتى، وممكن برضو تنقل لنا تجربتك من بداية ما بدأت تقدم خالص. يعني ايه الخطوات اللي مريت بيها، الانترفيو مثلا كان امتى، يعني على الفترات كانت امتى، وكنت بتعمل ايه، يعني بحيث ان لو حد محتاج يعني ياخد من تجربتك ويشوف المنح ويقدم فيها وكده. تمام. أنا بصراحة ما أعرفش المواعيد بتاع كل الscholarships. بس لو هاتكلم عن المواعيد بتاعة Westlake، فهي كانت متقسمة لphases يعني. كان في EA1 وEA2 وفي RD، وكان في rolling admission. أنا كنت مقدم EA1. الEA1 ده الdeadline بتاعه كان في 1 نوفمبر. آآ بالنسبة الinterview كان جالي يوم تقريبًا يعني جالي يوم 25 نوفمبر حاجة شبه كده. وبعدها الsession كان طلع في نُص ديسمبر. بقية المراحل كان الEA2 تقريبًا الdeadline بتاعه في 1 يناير، والRD مش فاكر بصراحة أوي، بس تقريبًا 1 مارس يعني. وال بس كده، والreeling admission تقريبًا شغال لحد شهر 5 يعني. باقي الجامعات الصينية مش عارف أوي المواعيد، بس اللي أعرفه إن هُم بيبقوا مفتوحين لحد شهر 5، بيبقى لسه في جامعات كتير فاتحة فيه يعني. ده بالنسبة للمواعيد. آمم كان في إيه تاني؟ كنت بس لأ، هو كده تمام، بس ممكن يبقى في سؤال تاني دلوقتي. طيب بالنسبة لكل منحة بيبقى فيها حاجة بتميزها، بتخلي الناس مثلا حابة تقدم فيها وكده. وبالنسبة زي ما قلت في الأول إن تقريبا المنح الصينية مش مشهورة قوي، مش من ضمن الحاجات اللي يعني الناس بتكون حابة تروحها قوي، أو بتكون يعني مخططة لها. فممكن برضو يعني تقول لنا ايه الحاجات اللي انت شفتها مثلا يعني مميزة في المنحة، أو حتى بعد ما أخدت المنحة ايه الحاجات اللي ممكن توفرها لك، يعني شايفها إنها مميزة أو كويسة ممكن تساعدك. تمام. بصراحة كانت من أحسن أو من أكتر الحاجات اللي شدّتني للجامعة، كان الجزء الresearch اللي فيها. هي Westlake الclass اللي فيها صغير بتاع الundergraduates. هو تقريبًا بتاع السنة اللي فاتت class undergraduates كُلّه كان 98 واحد، فهو الclass صغير أوي. مقارنةً حتى في نفس الجامعة برضه class الPhD فهو أكتر بكتير، لإن هي الجامعة متخصصة أكتر في الresearch بكل أنواعه. فمن أكتر الحاجات كان ده من أكتر الحاجات اللي شدّتني ليها، حتّة الresearch facilities اللي هناك، وإن الprofessor العدد أصلًا بتاع الclass صغير. تقريبًا لكل شخص ليه professor معاه بيساعده في الresearch بتاعه أو في الدراسة بتاعته عمومًا يعني. آمم برضه كان المعامل اللي هناك كان الresearch experience بتبتدي من أول سنة، فكنت أقدر أخُش في الجزء ده يعني أقدر أخُش فيه من أول ما أروح هناك، فدي كانت من أكتر الحاجات اللي عجبتني. وفي برضه study abroad program بيبقى عبارة عن term بندرسه عن
في جامعة من مجموعة جامعات الجامعة بتاعتي عاملة معاها partnership، والجامعات دول يعني زي كورنيل، يو شيكاغو، نوتردام، آه، جامعات كتير. وكان في برضه بره اليو اس، يعني تقريبا كان في يو كي، وفي في استراليا. ففي كذا جامعة عاملين معاهم بارتنرشيب، فبيبقى في ستادي ابرود بروجرام. دي برضه كانت من اكتر الحاجات اللي بتميز السكولرشيب دي يعني. وبس يعني، كان دي اكتر حاجات خلتني اقدم عليها. طب بالنسبة لاختبارات اللغة، يعني مثلا في ناس الدراسة هناك بتبقى بالإنجلش ولا بالصيني، ولو في اختبار لغة مثلا قبل ما وانت بتقدم قبل ما تسافر وكده؟ تمام. هو الدراسة عموما في الصين بيبقى في الاتنين عادي. فاللي بيقدم على جامعة بيبقى بيختار بيبقى في مثلا في جامعات حتى الميجرز اللي فيها بيبقى فيها ميجرز بالصيني وميجرز بالانجلش. ودي زي ما قلت في منحة الحكومة الصينية، سمعت إن حد قال إن هي الدراسة بالصيني، بس أنا أصلا ما سرشتش فيها كتير يعني. فدي من أكتر الحاجات اللي كانت هتخليني ما أقدمش عليها. عندي في الجامعة الدراسة بالإنجلش طول ال4 سنين. بدرس صيني كان المنهج بتاع الجامعة تقريبا في أول سنتين بيبقى بدرس فيهم لغة صينية يعني، وبعد كده حتى ما بكملش دراسة الصيني. بالنسبة للغة وأنا بقدم، كان هم طالبين ايلتس وتوفل، بس أنا عملت ويف ليهم عشان كنت بدرس يعني هو في ستيم يعني، فاحنا بندرس اللغة الأساسية بتاعتنا انجلش. فأي حد كان في مدرسة لغات يعني فخد سنتين بالانجلش فيقدر يويف عادي الحوار ده. وأنا أصلا ما كنتش أعرف الحوار ده، أنا كنت أصلا مقدم بدولينجو عادي، وهم في الانترفيو سألوني قالوا لي أنت المدرسة بتاعتك بتدرس بالانجلش ولا بالعربي؟ فقلت لهم إنها بالانجلش، فقالوا لي تمام يعني. بس دي الطريقة اللي عملت بيها ويف لحوار التست بروفيشنسي يعني. يعني بالنسبة للناس اللي مدارسها عربي فهي مضطرة تكون معاها يا ايلتس يا ايلتس توفل. أو تويفل عشان اه تقدم. مظبوط. تمام. طيب بالنسبة للمنحة أو عموما في الصين، يعني بيبقى فيها المنح بتكون يعني ماشية ازاي؟ بتبقى ممولة بشكل كامل ولا جزئي ولا ايه؟ هو على حسب السكولرشيب. ف في السكولرشيب بتاعتي فهم كانوا هم قدروا يعني مولوا لي التويشن كله او المصاريف بتاع الجامعه الدايركت كلها. هدفع مصاريف السكن والكتب. ودي برضو ميزة في الصين ان مصاريف الحاجات دي مش غالية قوي يعني، على عكس امريكا. يعني مثلا لو انا كنت اتقابلت امريكا بنفس السكولرشيب مستحيل كنت اعرف اروح يعني، لان هناك المصاريف السكن والكتب والانشورنس والحاجات دي غالية جدا. بس في الصين يعني سعرها مقبول. وحتى المنح الجامعات الحكومية نفسها اللي في الصين في ناس أصلا بتروح من غير منح خالص، لأن المصاريف بتاع الجامعات الصينية مش بيبقى عالي قوي. اللي هم الجامعات الحكومية مش الجامعات الخاصة. ففي ناس عادي يعني بيقدروا يدفعوا. هو تقريبا الجامعات الحكومية رينج المصاريف هناك للجامعة نفسها بيبقى حوالي 20,000 يوان، فاللي هو حوالي بالمصري 140,000 جنيه، ده لمصاريف الجامعة نفسها. ففي ناس عادي اللي هو بيقدروا يدفعوا المصاريف دي، اللي هو أحسن مثلا ما يدفعها في جامعة خاصة في مصر، فهو ممكن يروح هناك أحسن يعني. ده بالنسبة لجزء السكولرشيب أو المصاريف. باقي السكولرشيبس برضو يعني على حسب السكولرشيب اللي الجامعة بتديها، ممكن برضو يوفروا سكولرشيب للسكن والانشورنس ويدفعوا كل حاجة، فبس يعني. خلاص تمام. أنا بالنسبة لي كده، لو رامي محتاج يسأل في حاجة تانية يعني. تمام. طب هل هو الموضوع مثلا هو كومبيتيتيف فعلا وصعب القبول في حاجة زي كده، ولا بتكون مثلا نسبتها أعلى من حاجة في أمريكا؟ هو الكومبيتيشن أقل شوية، أقل من أمريكا بصراحة شويتين. خصوصا إن السنة دي كمان الحوار القبول في أمريكا قل بشكل كبير، فالحوار بقى كل الناس بتدور على حاجات بره اليو اس يعني. بس هو برضه ستيل مش أي حد بيقدم بيتقبل. هو تقريبا رينج يعني للانترناشونالز اللي برضه بيبقوا عايزين ايد، فالموضوع مش بيبقى سهل للدرجة. في الجامعات الصينية كتوتال تقريبا كان بيبقى حوالي من يعني
بيتراوح من 6 ل10% كواحد international وعايز aid، كل الكلام اللي إحنا عارفينه ده. فهو أحسن من أمريكا بس برضه في نفس الوقت مش اللي هو سهل خالص يعني. وبرضه كنت حابب أتكلم عن حاجة أعتقد نسيتها شوية. في حوار الinterview، في جامعات بتطلب بيبقى معاها امتحانات. اللي أعرفه يعني كان في الجامعات الحكومية بيبعتوا امتحانين لمّا الشخص بيعدّي المرحلة الأولى، بعد ما بيسبمِت الapplication يعني، بيبقى فيهم امتحان شخصية وامتحان تاني برضه بيبقى فيه أسئلة وكده، مع الامتحانين دول interview. أنا عندي في الinterview بتاعي كان فيه بدأوا برضه عادي في الأول بأسئلة شخصية وأسئلة عن الtranscript وعن النظام اللي أنا كنت فيه، وبدأوا يتكلموا عن الactivities. وفي آخر الinterview برضه كان امتحان صغير كده، كان حطّوا لنا ادّونا شوية أسئلة maths وphysics في الinterview نفسه، وكانوا عايزين يعرفوا منهم إزاي بافكّر في الأسئلة وإزاي باقدر أحلّها. وبس يعني ده كان بالنسبة للinterviews بتاعة الجامعات. طيب بالنسبة للورق المطلوب مثلًا لو حد محتاج يقدّم في المنحة بتاعتك، إيه الورق اللي ممكن يعني يجهّزه بحيث إن هو محتاج يقدّم كده؟ ولو في برضه مجموع معيّن مثلًا، هو غالبًا أنت لسه يعني لسه في تالتة، فممكن مثلًا لو في مجموع معيّن في أولى وتانية ممكن يكون جايبه عشان يقدّم أو كده. والله هو تقريبًا ما فيش حاجة مطلوبة بشكل مباشر يعني. بالنسبة للمجموع ما شُفتش أي حاجة required ليها. وبرضه الورق، حتى ورق الfinancial aid، فزي ما قُلت إن هُم مش ما عندهمش مثلًا financial aid documents بنملاها زي الCSS أو ISFA أو أي حاجة. هُم بيدّوا الscholarship، بيعملوا waive ليها. فلأ تقريبًا هو عادي بيبقوا طالبين زي ما قُلت التقديم كان عن طريق common app عادي. كل المطلوب الpersonal statement وال والessay اللي هم طالبينه. أعتقد ده هيتغيّر يعني، بيتغيّر كل سنة أو كده. بس زي ما قُلت عندي كان الessay ده كانوا طالبين essay YS أو ليه اخترت الجامعة دي. طالبين زي ما قُلت recommendations. آآ الdocuments أو الأوراق بقى ما بيطلبوهاش غير بعد ما حد بيتقبل يعني. أمّا في التقديم ما أعتقدش كان في حاجة مطلوبة بذاتها يعني. وممكن مثلًا حوار الEnglish proficiency، بس زي ما قُلت أنا عملت له waive عشان كنت في مدرسة لغات وكده. طب هل مثلا محتاجين في التقديم سات أو أكت أو حاجة زي كده؟ هو optional، هو موجود. وأنا عمومًا دخلت SAT، دخلت ACT قصدي، بس ما submitش الscore. فبس يعني هو موجود، لو حد دخل ACT يقدر يسبمته وهو عايز يسبمت الscore بتاعه تمام. بس أنا كنت مقدم test optional عادي جدًا. طب تحب تضيف حاجة تانية أو أعتقد من الأكتر يعني الحاجات اللي هم كانوا بيركّزوا عليها عندي في الجامعة، أو كانوا بيركّزوا عليها في الapplication بتاعي، كان بما إنّهم جامعة أصلًا مختصة في الresearch، فاللي كانوا سألوني عليه في الinterview كانوا بيقعدوا يسألوا عن الresearch background بتاعتي، وحتى الactivity اللي كانوا مركّزين عليه بما إنّي كنت capstone assistant في المدرسة. كنت ده اللي قعدوا يسألوني عليه شوية وأتكلّم عليه. فهُم بيهتمّوا أوي بحتّة إن الشخص يكون عنده background كويسة في الresearch. بيهتمّوا لو حد مثلًا كان دخل مسابقات أو عنده projects عملها قبل كده، فهُم بيهتمّوا بالحوار ده جدًا، وبيحبّوا الناس اللي هي عاملة أو عندها experience في المواضيع دي. في نفس الوقت بيهتمّوا جدًا بالacademics. طبعًا كان مثلًا من الmisconceptions اللي باشوفها إن شخص مثلًا يقول لو أنا عندي ده كويس، وهل ده ممكن يعوّض ده؟ فبصراحة مش باشوف إن هي في حاجة بتمشي كده أوي. فالأحسن لو حد ناوي admission إن شاء الله، فهو يحاول يكون عالي في كل حاجة. إن ببساطة مثلًا لو حد مثلًا وليكن الGPA مثلًا بتاعه 3.5، بس هو كان طالع واخد الأول مثلًا على ICEF international كمان. فهل ممكن ده يعوّض ده؟ ممكن عادي جدًا. بس في نفس الوقت هو الجامعة هتكون عايزة حد كويس في كُلّه.
فأنت مثلًا قدّامهم معاك الowners بتاعتك كويسة والactivities بتاعتك كويسة، بس الacademics بتاعتك واقعة، فهُم هيشوفوا لو لقوا حد تاني عنده الاتنين كويسين، فهُم هياخدوه هو. فبس، فهُم بيركّزوا أوي في الصين على الجزء الacademics والresearch والحاجات دي. برضه كنت حابب أوضّح حاجة في الmisconceptions اللي كنت باشوفها في حتّة الactivities. آمم الناس اللي كانت بتحاول، كنت باشوف ناس كتير مثلًا بيحاولوا يخشوا activities لمجرد إن هي ده مثلًا team بدون ذكر أسماء مثلًا، ده team جامد، فهُم فاكرين إن هُم لو دخلوا ده فده هيبقى كويس في الapplication بتاعهم. آآ فلأ، يعني هو الموضوع مش بيبقى كده خالص. أو إن مثلًا ناس تكون فاكرة إن هي الadmission officer لمّا يشوف في الapplication بتاعهم إن ده كان ماسك president في team وteam وماسك ب3 تيمات وfounder ل4 تيمات تانيين، فده شخص جامد جدًا فإحنا هناخده. فلأ، هم مش بيبصوا على الموضوع كده يعني. هم بيبقوا عايزين يشوفوا الشخص ده عمل إيه في الموضوع، وهل هو دخل مثلًا الteam ده أو دخل الclub ده عشان دخله عشان admission، والّا هو مثلًا عشان دي فعلًا حاجة من هواياته أو من اهتماماته. حد مثلًا دخل club الCS عنده في مدرسته، هل دخله عشان بس يكون اسمه دخل club الCS، والّا عشان مثلًا هو بيحب الCS؟ والحاجات دي بتبان، يعني بتبان آآ عن طريق الapplication كلّه. إن لو حد دخل حاجة حاططها بس مجرد إن هي حشو، أو بيزوّد مثلًا عايز يحط يملى ال10 activities على آخرهم وخلاص، فبيبان إن الموضوع ده محطوط عشان الشخص ده بيحشي مش أكتر يعني. لإن هو طالما حاطّه كده مش هيبقى موجود مثلًا في recommendations، الحوار ده مش هيبان في الpersonal statement، مش هيبان في الessay بتاعه إن ده من اهتماماته خالص يعني، غير إن في interview. فالactivities يعني من الحاجات المهمة، وفي ناس كتير بيبقوا فاهمينها غلط. فأنا شايف يعني إن الناس هي مش بتعدُّد التيمات ولا ويعني عمومًا يعني أصل إيه أكتر team مثلًا أو أكتر club مشهور في مصر يعني، ما حدش ولا أي جامعة هتكون عارفاه مهما كان يعني. فهو الحوار ممكن شخص يكون دخل club واحد بس عمل فعلًا شغل كويس، عمل آآ research track مثلًا، عمل مش عارف مسابقة في الclub ده، عمل كذا وكذا. فهي بيبقوا عايزين يشوفوا أنت تأثيرك إيه جوّه الcommunity أو جوّه الclub اللي أنت دخلته، مش مجرد إن حد ده كان founder هنا وpresident هنا وpresident هنا، ده كده شخص جامد فإحنا هناخده وبس يعني. تمام. طب إيه النصايح اللي تدّيها لحد لو هيقدّم في المنحة دي؟ آآ والله مش هيبقى حاجة زيادة أوي، بس النصايح مثلًا إن هو يحاول يهتم فعلًا زي ما قُلت، هم بيبقوا باصين جامد أوي ومركّزين أوي على إن حد يكون عنده background في الresearch وفي الprojects والحاجات دي. فلو حد الresearch مثلًا من اهتماماته فهو يحاول يبيّن ده. النصايح إن الapplication ما يبقاش متفرّق، ما يبقاش عبارة عن إن هو بيرُص مثلًا من الآخر يعني، إن هو في ناس تيجي تكتب الpersonal statement فهي تبقى عبارة عن إن هم بس بيرصوا إنجازات عملوها، ناس بتكتب essay عبارة عن إن هم بيرصوا essays، أو بيرصوا يعني activities دخلوها أو حاجات دخلتها. فهو الموضوع مش عايز رَص، عايز فعلًا يبيّن إن أنت، أو إنك تبيّن إن أنت عملت الحاجة دي لسبب معيّن وواضح، وإن دي فعلًا من اهتماماتك، وإن أنت شغوف فعلًا بالحاجة دي. فأنت لمّا تروح هناك هتقدّم فيها وهتبقى كويس وهتقدر تكون عالي هناك يعني. آمم من الحاجات اللي كنا بنعملها عشان نحسّن الapplication أعتقد يعني إن إحنا كنا بنراجع كتير. آآ أهم حاجة في الapplication أعتقد كُلّه عارفها اللي هي الpersonal statement. مش ما فيش حاجة مثلًا اسمها حد ييجي يكتب personal statement ليلة الdeadline والّا حاجة يعني. أظن دي حاجة مش منطقية خالص. الpersonal statement دي بنقعد نكتب فيها شهور ونراجع لبعض ومش عارف إيه يعني
بنعدل فيها. ممكن انا قعدت اكتب في البريزنت ستيتمنت دي، وصلت للدرافت ال 11 او ال 12، كنت ده اللي مصمته تقريبا يعني. وفي ناس كتير يعني وصلت للدرافتات اكتر من كده بكتير قوي يعني. ان هم يدوا وقت في الابلكيشن بتاعهم وما يستسهلوش. ما حدش طبعا يستخدم شات جي بي تي، ان في ناس بتكتب اي اي. اعتقد يعني دي هتبقى حاجه غبيه جدا لو حد عمل كده. الابلكيشن يكون متماسك او كله بيكمل بعضه. الريكومنديشنز بتكمل البيرسون ستيتمنت، بتكمل الاكتيفيتيز، بتكمل الاونرز. وزي ما قلت حوار الرص ده، لو الناس اللي بتكتب الريكومنديشنز مثلا مش التيتشر، مش منطقي ان هو هيكون عارف ان مش هيكون حافظ انجازاتك من الاخر يعني. وان في حاجه مشهوره جدا الادميشن اوفيسرز عارفينها، ان بيبقى اللي عايز ريكومنديشن ده بيبعت مثلا للريكومندر شويه، بيبعت له ليست مثلا بالحاجات اللي عملها عشان يكتب عنها. فهو لو الاوفيسر شاف ده فطبعا مش هتكون حاجه كويسه يعني. فلا، هو الاوفيسر بيبقى عايز يشوف مثلا من الريكومنديشنز دي، عايز يشوف فعلا البرسبكتيف بتاع التيتشر. والبرسبكتيف بتاع التيتشر دي مش هتبان غير عن طريق المواقف اللي انت عملتها معاه، عن طريق المواقف يعني. هو مش هيكون مثلا الناس مثلا بتقعد تكتب في الريكومنديشن اللي التيتشر عملها لها ارقام وبتاع، فمش منطقي خالص ان التيتشر يكون حافظ ان انت خدت 3 جوائز وطلعت وخدت مش عارف عملت ضربت 24 واحد. مستحيل يكون في مدرس حافظ الارقام دي يعني. فالحوار ده لما بيبان برضو بيبقى شكله مش كويس. وبس يعني. تمام، تحب تضيف او توضح حاجة تانية؟ لا اعتقد كده تمام. لو عندكم انتوا اسئلة تانية. تمام. شكرا يا محمد على الحلقة الجميلة دي، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها واعملوا شير على اقصى نطاق. حابة تضيف اي حاجة تانية يا خلود؟ حسيت كنت عايز تسأل تقريبا. لا تمام، شكرا جدا يا محمد على السيشن دي، وإن شاء الله تكون الناس تقدر تستفاد من تجربتك في التقديم للمنحة. تمام ان شاء الله. ماشي. شكرا.